تاني يا ولاد على عكس التوازي، وخد بالك منه شوية عشان احنا ايه برضو مش بنقرا السؤال، فساعات بنحل غلط. في الشكل المقابل بيقول لي ايه؟ في الشكل المقابل بيقول لك ايه بقى؟ في الشكل المقابل تعال نشوف بيقول لك ايه. بيقول ايه يا ولاد؟ عندي في الشكل المقابل ده اله بيوازي ألف جيم. ده بيوازي ايه؟ ده قلت له تمام، وده كده قطعه. زاوية د ب70 درجة، وعمل لي هنا ألف ب، بس ما قاليش بيوازي ولا لا، معرفش هما بيعملوا ايه مع بعض. وقال لي زاوية ألف بكام؟ ب110. قلت له تمام. وبص بقى المعلومات اللي في السؤال، ده اله بيوازي ألف جيم، وزاوية د ب70 درجة، وزاوية ألف ب110. بيقول لي ايه بقى؟ اوجد قياس زاوية ج. ده كده رقم واحد. رقم اتنين، وهل ألف ب بيوازي ج د مع ذكر السبب. أول حاجة بيقول لي اوجد قياس زاوية ايه؟ ج. طب الزاوية ج دي والزاوية د عاملين مع بعض حرف ايه؟ زد. بص معايا، في توازي ولا مفيش؟ في توازي. هو قايل لي اهو، قايل لي وعامل لي كمان هنا سهم وهنا سهم، يبقى ألف ج بيوازي مين؟ د ه. ده بيوازي ده، وده كده قاطع لهما. زاوية ج والزاوية 70 عاملين مع بعض حرف زد، يبقى إذا قياس زاوية ج هتساوي قياس زاوية د هتساوي 70 درجة بالتبادل. كده ده أولا، ده المطلوب الأولاني. المطلوب التاني بقى يا ولاد قال لي إيه؟ هل ألف ب بيوازي ج د؟ هل ألف ب بيوازي ج د؟ الإجابة يا إما نعم أو لا. الإجابة بنعم أو لا. إمتى تبقى نعم؟ لو لقيت زاويتين بيساووا بعض، لو لقيت زاويتين بيساووا بعض وعاملين زد تبقى الإجابة نعم، ده بيوازي ده. لو لقيت زاويتين بيساووا بعض وعاملين اف يبقى الإجابة نعم، ده بيوازي ده. طيب لو لقيت زاويتين مجموعهم 180 وعاملين مع بعض حرف يو يبقى الإجابة نعم، ده بيوازي إيه؟ ده. يبقى خد بالك هنا بيقول لك ثانيا، هل ألف ب بيوازي ج د؟ هل ألف ب ده بيوازي ج د؟ بيسألك هل ألف ب بيوازي ج د؟ هقول له الإجابة نعم أو لا. الإجابة نعم أو لا. امتى تبقى الإجابة نعم؟ لو لقيت زاويتين بيساووا بعض عاملين زد أو اف. لو لقيت زاويتين بيساووا بعض عاملين زد أو اف. طب امتى تاني الإجابة تبقى نعم؟ لو لقيت زاويتين مجموعهم 180 وعاملين يو. طب الزاوية ألف يا مستر والزاوية ج عاملين مع بعض حرف ايه؟ يو. ياه. طب ما تيجي كده نجمع زاوية ألف زائد زاوية ج. زاوية ألف ب110 وزاوية ج يا ولاد أنا لسه جايبها من شوية بكام؟ 70. 110 زائد 70 تطلع بكام؟ 180. إيه ده يا مستر؟ ده في زاويتين أهمت مجموعهم 180 وعاملين مع بعض حرف إيه؟ يو. تبقى الإجابة إيه؟ نعم. نعم ألف ب بيوازي ج إيه؟ د. يبقى السؤال لما يجي يقول لك هل ألف ب بيوازي ج د هقول له الإجابة بنعم أو لا. إمتى تبقى نعم؟ لو لقيت زاويتين بيساووا بعض عاملين زد أو اف. يبقى إمتى الإجابة نعم؟ لو لقيت زاويتين بيساووا بعض عاملين زد أو اف. أو لقيت زاويتين مجموعهم 180 وعاملين مع بعض حرف إيه؟ يو. يعني الزاويتين دولت مجموعهم 180 وفي وضع
تداخل، في وضع ايه؟ تداخل. يبقى اذا الاجابه ايه؟ نعم، ا ب بيوازي ج د. تمام.